منذ آلاف السنين كانت الإمبراطورية الرومانية واحدة من أقوى وأعظم الإمبراطوريات في تاريخ البشرية. سيطرت على معظم العالم القديم وازدهرت في مجالات الحرب والسياسة والفن والفكر. لكن رغم قوتها الهائلة وعظمتها سقطت وانهارت. ترى كيف وصل هذا الكيان العملاق إلى نهايته؟ وما هي العوامل التي قادت إلى سقوطه؟ في هذا الفيديو سنعود بالزمن إلى الوراء ونستعرض مع الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الرومانية. استعدوا لاكتشاف القصة وراء السقوط العظيم. تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية. شهد القرن الخامس الميلادي الموافق لسنة 476 متر سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، وذلك بعد تعرضها لضربات القبائل الجرمانية الشمالية. وقد كانت هذه القبائل تتصف بالهمجية والفوضى والعنف، إذ إنها لم تبالي بالحضارة الرومانية العريقة والمتميزة، بل دبرت أمر تدميرها وسقوطها. وخلال مرور قرنين من الزمان انتشرت القبائل الجرمانية في جميع أنحاء أوروبا، ويذكر أن انتشار هذه القبائل صاحبه نشر الأفكار الجرمانية الفوضوية والسلوك الإجرامي الظالم بين أواسط الناس. كما يعتبر سقوط الإمبراطورية الرومانية أحد الدوافع السياسية التي قادت لاندلاع الحروب الصليبية. 1. دوافع سقوط الإمبراطورية الرومانية. هناك عدة آراء حول الدوافع التي قادت لسقوط الإمبراطورية الرومانية، ويمكن إجمالها بالآتي. يرى المؤرخ إدوارد جيبون أن سقوط الإمبراطورية هو حدث طبيعي نتيجة اللهو والرفاهية التي عاشتها الإمبراطورية في ذلك الوقت، حيث امتد الغزو إلى هذه الإمبراطورية، وبدأ الاضمحلال يغزو الإمبراطورية شيئا فشيئا. كما يعتقد هذا المؤرخ أن الديانة المسيحية والخلاف بين طوائفها هي من الأسباب التي قادت للسقوط، بالإضافة إلى سقوط روما عام 410 متر في قبضة ملك القوط الغربيين من دواعي السقوط أيضا. يرى مؤرخ آخر أن التراجع الاقتصادي أدى إلى تدهور الإمبراطورية الرومانية، حيث ضعفت قدرة الأرض الزراعية على الإنتاج، وجدبت الأرض نتيجة قطع الغابات وإهمال صرف الماء. يذهب مؤرخ آخر إلى أن سقوط الإمبراطورية الرومانية هو نتيجة أسباب سياسية واقتصادية وثقافية. أرجع بعض المؤرخين أن سقوطها نتيجة انتشار الأمراض داخل الإمبراطورية نفسها. كان سقوط روما عملية تدريجية، وذلك لأن سقوطها استمر قرابة قرنين من الزمان. تقسيم الإمبراطورية الرومانية. قام ثيوديسيوس باستخلاف ولديه على الحكم، وجعل ابنه هورونيوس ابن 11 عاما إمبراطورا على الولايات الرومانية الغربية. أما ابنه الثاني أركاديوس الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما فجعل إمبراطورا على الولايات الشرقية. وبعد موت والدهما ثبت أن هؤلاء الولدين